سلام تو الموند، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله دائما في اطار الشيوات والاطباق والوصفات الخاصه بعيد الاضحى. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه. باش ما تمنيتوا ونزولا عن الطلب نقدر نقول لكم 100% من المتتبعين عندي في القناه طلبوا مني طريقه تحضير ثكريشت كما نقولوا في الريف، اولا الكرشه اولا بالعاميه اللي معروفه بزاف من طنجه للقويره تقليه. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو خاص بطريقه تحضير التقليه المغربيه المخزانيه بطريقه زمانيه واصيله بدون زوائد بدون اضافات كما عودتكم على قناتي شهوة دار المخزن. طريقه الطياب اليوم ان شاء الله ديال هذه التقليه غادي تكون طريقه اللي كيرجع تاريخها مئات السنين، فبطبيعه الحال من غير وسائل الطهي. نتوما كطيبوا فاش ما توفر لكم كوكوت اولا طنجره اولا طنجره ديال التراب على حسب. فاليوم ان شاء الله فيديو تفصيلي على طريقه تحضير الكرشه. بطبيعه الحال غادي نشارك معكم سر من اسرار تحضير الكرشه اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس، باش ما كتجيش هذيك الكرشه زفره. كما كنعرفوا كلنا كمغاربه كتعجبنا التقليه وكنتشهاو ناكلوها، ولكن الناس كتهرب من ديك الريحه ديال الزفوره اللي كتكون في التقليه. بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه تحضير التقليه المغربيه الاصيله. بالنسبه للتقليه غادي نحتاج عندي هنايا كيلو ديال التقليه مخلطه. شخصيا كندير في التقليه الكرشه، الكنبس، القرجوطه، شويه ديال الريه، طريفات ديال الريه ما كيكونوش بزاف، والهبيل، الهبيلات ديال الخروف اللي كيكونوا هكذا. الناس اللي ما كيعرفوش الهبيل هما هذوك الغدد ديال الخروف. كندير هاد الهبيل ديال الخروف بالشحمه ديالهم باش ما كتجيش هاد التقليه ناشفه، كتجي شويه ميدمه وبنينه. ما كنحيدش هذيك الشحمه ديال الهبيل، كتشوفوا كندير الهبيل وكنديرهم بالشحمه ديالهم. هادشي اللي كندير. الكرشه، الكنبس، شويه ديال الريه، شويه ديال القرجوطه والهبيل. نتوما بطبيعه الحال على حسب العادات والتقاليد ديالكم، كل عائله والعادات ديالهم في التقليه. كاين اللي كيزيد حوايج اخرين، كاين اللي كينقص من هذا الشيء، ما كيديرش الريه ولا على حسب نتوما والرغبه ديالكم. كتاخذوا التقليه اولا الدوره كتغسلوها بطبيعه الحال، كل واحد وطريقته في الغسيل. انا كنغسلها شخصيا، كناخذها من بعد ما كتنقى من هذاك الترت اللي كيكون فيها، كنقيها كنرقدها في شويه ديال الماء والملحه والحامض، كنخليها نص ساعه. من بعد كنعاود نغسلها ونشللها جوج ولا ثلاثه ديال المرات، ونعاود نرقدها في الماء والملحه والخل، الخل اللي كيكون حمر، الخل العادي، ونخليها تاني واحد نص ساعه. من بعد كنغسلها وكنفركها وكنديرها في المطيب اللي كنكون درت فيه الخل. ما كنسلقهاش، غير كنشوكيها. من بعد كنبدا كنقشر فيها وكتنقيوها مليح، كتعاودوا تغسلوا حتى كتقطع منها. من بعد هاد العمليه كامله ديال التنقيه كتقطعوها هكذا على شكل مكعبات، ما يكونوا صغار ما يكونوا كبار، يكون الحجم ديالهم متوسطي. غادي ندوز دابا باش نشوكيها اولا نبخرها. هاد العمليه اللي غادي نوريكم ان شاء الله هي السر اللي كيخلي التقليه ما كتجيش فيها الريحه ديال الزفوره وديال الترت اللي كيكون في الدوره، هذيك الريحه اللي كتكون خايبه هكاك. فهاد العمليه اللي غادي ندير دابا هي اللي غادي نخرج بها كاع ديك العصاره وديك الريحه اللي كتكون خايبه في الدوره. غادي ناخذ كوكوت وغادي ندير فيها هاد الدوره اللي قطعت، غادي نشعل عليها البوطه ونخليها على عافيه متوسطه بوحدها، ما نزيد عليها حتى شي حاجه، ونخليها باش كتشوطه وكتطلق هذاك الماء اللي كيكون زفر اللي كيكون هكذاك في الكرشه. كتخليوها على عافيه متوسطه، مره كتحركوها حتى كتبان لكم بدات كتطلق الماء. كتشوفوا الماء اللي طلقات الكرشه، هذا الماء هو اللي كيكون سبب انه ملي كطيبوا التقليه واخا كتغسلوها مليح وتنقيوها والخل والحامض واخا ديروا لها كاع حتى جافيل والكريزي، ملي كطيبوها الا ما حيدتوش هذا الماء هذا وما بخرتوهش منها وما سقطرتوهاش منه، راه كتجي ما فيها ما يتكال، كتجي فريمون كتجي الله يسمح لي كتجي خانزه بهذيك الريحه ديال الترت. غادي ناخذ هاد التقليه هذه اولا هاد المكونات، غادي نصفيهم، غادي نخوي كلشي في صفايه، نحيد هذاك الماء اللي طلقات ونعاود نرجع. التقليه من بعد ما صفيتها من هذاك الماء اللي طلقات غادي نعاود نشعل عليها العافيه ونخليها على نار متوسطه
ونعاود نفس العمليه المره الثانيه ونشوف باش الا باقي شي ماء في هذه التقليه هذه كتعاود تلقوا. صلاه على النبي. كتشوفوا التقليه راها ناشفه، ملي كتردوا التقليه كتشحروها وكتشوفوها هكذا كتبدا كتلصق لكم في القاع ديال الكوكوط، هذا دليل على انها نشفات من الماء، ما بقاش فيها داك الماء اللي كيخليها هكذا كتجي فريحت، كتجي فيها الريحه. في هذه المرحله هذه ملي كتنشف وما كتبقاش كتطلق الماء، عاد غادي ندوز للنصيب ديال الكرشه. كتطفيو البوطه على التقليه حيت التقليه ما كتشحرش. هاد العمليه ديال انكم تخرجوا منها الماء غير باش ما تبقاش فيها الريحه ديال الزفوره. ملي كتنشف كتطفيو عليها العافيه وكدوزو باش تنصبوها. بالنسبه للنصيب غادي نزيد على هاد التقليه قياس نص كاس العنبه ديال الزيت البلديه اولا زيت العود. عندي هنا قياس 7 الضروس كبار ديال الثومه، خديتهم ودقيتهم في المهراز، دقوهم في المهراز ولا دوزوهم في البريصه. غير تفاداو انكم تحكوهم في الحكاكه حيت كتبقى الثومه بحال الشعيرات كتبان. اللهم دقوهم اولا دوزوهم في هذيك البريصه ديال الثومه. غادي ندوز التوابل اللي غادي نحتاج ليهم. بالنسبه للتوابل العبار ديالهم الله يعطيكم الستر بالقياس ديال المعلقه ديال القهوه اولا الموكا. غادي نوريكم الفرق بيناتهم حيت كيجيوني بزاف ديال التساؤلات على شنو هي المعلقه ديال الموكا، واش هي المعلقه الصغيره. لا ماشي هي المعلقه الصغيره، هذه المعلقه الصغيره كتشوفوا الحجم ديالها، وهذه المعلقه ديال الموكا. كنظن كيبان لكم الاختلاف. هذه معلقه ديال اتاي. كاين المعلقه الكبيره اللي هي المعلقه ديال الشوربه اللي موجوده في كاع المنازل وفي الكوزينات، وكاينه هاد المعلقه هذه اللي كتسمى معلقه داتاي اللي هي القياس العادي ديال المعلق الصغار، حتى هي موجوده في كاع المنازل. وكاينه هذه اللي هي المعلقه ديال القهوه كتكون صغر من المعلقه ديال الاتاي. هاد المعلقه ديال القهوه سميتها الموكا، وهي اللي كتكون ممتازه للعبار ديال التوابل الا بغيتو تشدوا العبار نيشان ديال التوابل. هاد المعلقه ديال الموكا هي باش عبرت هاد قوام اولا العطريه اللي غادي نحتاج ليها. عندي معلقه صغيره د القهوه ديال الكمون البلدي. القياس ديال المعلقه تكون المعلقه عامره مليح ومقببه بالكمون البلدي مطحون. عندي هنا معلقه صغيره تكون ممسوحه ديال البزار الكحل. غادي نحتاج كذلك معلقه صغيره د القهوه تكون عامره مقببه ديال الفلفله حمراء اولا التحميره تكون بلديه من الاحسن. الفلفله حمراء الا كانت بلديه كتكون بنينه وكتعطي مذاق زوين للحاجه. غادي نحتاج كذلك معلقه صغيره ديال الخرقوم تكون وافيه ما تكونش ممسوحه. معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي تكون وافيه. وهنا عندي معلقه صغيره كذلك تكون وافيه ديال سكينجبير بلدي مطحون. وعندي معلقه صغيره كذلك ديال القزبور حبوب يابس مطحون. غادي نزيد هاد التوابل على التقليه وغادي نزيد المصير. عندي هنا قياس نص مصيره، الربع ديالها غادي نديرو بالبابه ديالو. وقبل ما ديروا هذا الربع مصير بالبابه كتقلبوه الا فيه داك العلف ولا داك العظام ديال الحامض حيدوهم باش ما يمرروش لكم التقليه. وعندي هنا الربع الاخر ديال المصير حيدتلو هذيك البابه اللي كتكون فيه، غادي ندير غير القشره، يعني نص مصيره الربع ديالها بالبابه والربع الاخر بلا البابه. والله يعطيكم الستر المصير راه ما كيتوصلش، حيت كنلاحظ بزاف ديال السيدات ملي كيبغيو يزيدوا المصير كيغسلوه وكيغسلوا البابي. الا غسلتو المصير غير لوحوه في البوبيل ما بقى صالح لوالو، كاع ديك النسمه اللي فيه راحت. وغادي نزيد على هاد المكونات قياس معلقه كبيره ديال السمن المذوب، كيعطيها مذاق خطير، هو من بين الاسرار اللي كيسرعوا التقليه وكيخليوها تجي بنينه. السمن المذوب انا سبق لي وشاركته معكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما عرفوش شنو هو السمن المذوب اولا بغاو الوصفه ديال التحضير ديالو. غادي نخلط هاد المكونات. الا لاحظتوا ما درتش الملحه، ما غاديش نديرها حيت دايره نص حبه ديال المصير حتى من بعد من طيب التقليه غادي ندوق ديك الساعه الا خاصه الملحه غادي نزيدها. وغادي نمرق من بعد بالماء الكافي. فاش غادي نطيب هاد التقليه شخصيا غادي نمرق بقياس 3 الكيسان د العنبه ديال الماء. التقليه كما سبق لي وقلت ما كتشحرش، كتشوفوا حتى الماء ما خصوش يكون كتير تعوموا عليها الماء وتخليوها هكذاك تقطع لاسبانيا، لا
غادي نسد على هاد التقليه، ندير صفاره الكوكوت، ندير درجه الحراره ديال العافيه شويه طالعه. بمجرد ما كتصفر الكوكوت كتنقصوا العافيه وكتخليو هاد التقليه كطيب على عافيه مهيله على الفتيله. التقليه من بعد ما طابت كتجي هكذا. بالنسبه للطياب ديال التقليه شخصيا خليتها كطيب على عافيه مهيله قياس واحد 45 دقيقه. من بعد ما دازت ساعه الا ربع حليت الكوكوت وقلبت التقليه، لقيتها باقي ما طابتش، باقي خاصها واحد شويه قياس واحد ربع ساعه ونشفات من الماء. زدت ليها قياس واحد الكاس د العنبه ديال الماء، شويه ديال الملحه باش نقاد الذوق، لقيتها ناقصه شويه الملحه، زدت عليها شويه ديال الملحه، سديت الكوكوت وعاود رديت هكا طيب حتى حصلت على هذه النتيجه. كطيب التقليه كاع المكونات كيدخلهم الطياب. هذا بالنسبه لهاد التقليه اللي صوبت. وبالنسبه للناس راه مره كتحلوا عليها وكتقلبوها تشوفوها واش طابت ولا باقي، واش نشفات من الماء كتزيدوا عليها الماء الا باقي خاصها. اهم حاجه كتردوا البال التقليه ملي كطيب باش كتكملوا مراحل التحضير. شخصيا ملي طابت التقليه كتشوفوا باقي فيها شويه ديال الماء، ما كتخليوهاش حتى كتنشف كاع وهي باقي فيها شويه ديال الماء. كتزيدوا عليها الزيتون مسلاله، غادي نزيد عليها الزيتون. الا كان الزيتون ديال الدار كان احسن، كيكون بنين وزوين. ما عندكمش كتشريو الزيتون من على برا. انا هذا باش خدمت الزيتون ديال الدار. الكميه ديال الزيتون المسلاله كتزيدوها على حسب الذوق ديالكم، واش كتبغيو فيها الزيتون ولا لا. الزيتون كيعطيها مذاق غزال، وعلى حساب الرغبه ديالكم. بغيتو الزيتون بزايد اولا غير شويه هادشي كيرجع لكم. غادي نزيد عليها قياس 2 معالق كبار ديال قزبور ومعدنوس. كتاخذوا قزبور ومعدنوس وكتقطعوه هكذا رقيق. عندي في المجموع قياس 3 المعالق كبار ديال قزبور ومعدنوس مقطع رقيق. 2 معالق غنديرهم دابا، والمعلقه اللي بقات غادي نخليها حتى لاخر لحظه باش نبغي نسر بها هاد التقليه، باش كتبقى الريحه والمذاق ديال القزبور والمعدنوس باينه. وغادي نزيد مكون اخر اللي كيزيد بنه على بنه لهاد التقليه هذه. غادي نزيد قياس 4 معالق صغيره د القهوه ديال السمن الحار اولا السمن بودراع الخاص بسكسو. غادي نحرك هاد المكونات ونخلي هاد التقليه حتى كتوكح، كتنشف من هذاك الماء اللي فيها وكتوقف في الليدام ديالها. ضروري التقليه ما كتبغيش الماء، ضروري انكم تنشفوها حتى كتوقف في داك الليدام. التقليه من بعد ما وقفات في الليدام ديالها وتضغمرات ونشفات من الماء كتشوفوا بقات غير هذيك الليديمه ديالها ولا ديك الضغميره ديالها، ما كاينش الماء. ضروري هاد النقطه هذه ما يبقاش في التقليه الماء. كتشوفوها ما حدها هي كتنشف وهي اللون ديالها كيتغلق وكتحمر وكيجي فيها داك اللون احمر زوين. في هذه المرحله غادي نزيد هذيك المعلقه الثالثه اولا المعلقه اللي بقات ديال قزبور ومعدنوس. نحرك ونطفي البوطه على التقليه باش القزبور والمعدنوس كيحافظوا على الريحه ديالهم. الشكل النهائي ديال التقليه من بعد ما كتوقف الليدام ديالها كتسربيوها بطبيعه الحال مع خبز الدار وبراد تيكون شحال برزتو، سواء براد فليوي اولا براد بروج اولا براد عادي. نتوما على حسب الاختيار ديالكم. كتجي رائعه، شي حاجه اللي واخا نوصف فيها حتى نعيا المذاق ديالها كيجي رائع. شاركت معكم اليوم الوصفه المعتمده ديال الام ديالي اللي تعلمتها من الوالده ديالها وتعلمتها انا كذلك منها، وحبيت انني نشاركها معكم الناس متتبعي القناه عندي، حيت متاكده مليار في المية الناس اللي غادي يصوبوا التقليه بهذه الطريقه اللي شاركت معكم اليوم غادي يدعيو معايا وغيرحموا لي الوالدين وغادي يعتمدوها كطريقه تحضير التقليه المغربيه المخزنيه الاصيله. واللي دقها عندكم كونوا متاكدين غيطلب لكم الوصفه وكي درتوا ليها بطريقه التحضير ديالها. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تجربوا هذه التقليه هذه، والناس اللي جربوها يردوا عليا اخبار في التعاليق. كتجي معلكه بنينه بزاف، زيرو ريحه ديال الزفوره، زيرو ريحه خايبه، كاينه غير الريحه ديال القوام بنينه ما تشبعوش منها. نتمنى الوصفه ديال التقليه تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم جديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم الطيب اللي كتخليو ليا في التعاليق ديالكم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
الاجتماعي. نتمنى انني نكون رضيت طلب الناس اللي طلبوا مني طريقه تحضير التقليه على حقه وطريقه. ما بقى لي نقول لكم بالصحه والراحه، نتلاقى بكم ان شاء الله فيديو جاي دائما مع وصفات مغربيه اصيله حصريه ومميزه على قناتي شهود دار المخزن. على بروشين، تشاو.